السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد النجار ودي قناة جرافيك مايند ستوديو. الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نستخدم بلندر في تصاميم السوشيال ميديا عشان نطلع تصاميم مميزة ومختلفة عن أي حد. ولأن بلندر هو الترند الفترة دي في تصميمات السوشيال ميديا، فما تخليش حاجة تسبقك وتعلم ازاي تستخدم بلندر في تصميمات السوشيال ميديا. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يستفيد غيرك وتشارك في الأجر والصيب. طيب النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل تصاميم زي دي وبنشوفها كتير على بنترست. بالأخص النهارده هنعمل ديزاين لابلكيشن في المملكه العربيه السعوديه بيساعد جدا في اداره المؤسسات الكبيره اللي هي بيبقى فيها عملاء كتير، فاحنا عايزين الابلكيشن ده بيسهل التواصل ما بين الموظفين وطبعا ما بين الموظفين والمديرين بتوعهم، وكذلك لحد صاحب المؤسسه نفسه بيكون هو عن طريق الابلكيشن ده بيدير المؤسسه بالكامل. فعايزين نشرح ده في الديزاين اللي هنعمله النهارده ان هو بيساعد في اداره المؤسسات والعملاء وكده. فيلا بينا نبدا. طيب قبل اي حاجه، احنا لما بنيجي نبدا في اي بوست سوشيال ميديا على الفوتوشوب بنكون محضرين الاستوكات بتاعتنا عشان نسهل على نفسنا الشغل. كذلك هنعمل كده في بلندر، هنحضر ال 3 دي موديلز بتاعتنا اللي هنستخدمها في الديزاين، سواء احنا اللي هنعملها موديلنج هنحضرها، سواء احنا هننزلها من مواقع جاهزه. وان شاء الله تحت في الديسكريبشن هننزل لكم مواقع لتنزيل الموديلات دي جاهزه ومجانيه تماما. ودلوقتي هنبدا اننا نحضر الموديل بتاعنا الاساسي بتاع البوست. فيلا بينا. طيب اول حاجه زي ما احنا شايفين لما هنفتح البرنامج هنمسح الثلاثه دول. لما مسحنا الثلاث حاجات اللي احنا دايما بنمسحهم اول ما بنفتح البرنامج، هننزل التليفون بتاعنا. فانا حاطط التليفون اللي هو الاساسي اللي هنستخدمه في ملف، هفتحه كده. تمام، ده التليفون بتاعنا هناخده ازاي. هخش كده تاب وافصل السكرين دي. تمام، كنترول بي، وهخفي السكرين دلوقتي، وهشيل الكاميرات دي طبعا ملهاش لازمه، وهشيل الزراير اللي ظهرت معايا هنا. تمام كده انا حضرت التليفون بتاعي، شلت الحاجات البارزه قوي. تمام، هعمل الت اتش كده عشان نظهر السكرين تاني وارفع بقى. هنبدا بقى نشتغل هنا جوه التليفون زي الريفرنس بتاعنا. تمام، اول حاجه هعمل الصندوق اللي هو بيبقى قاعد عليه كانه المدير. دلوقتي هعمل بقى الترابيزه، هنزل كيوب كده واصغره. هلغي دي. اللي هيبقى قاعد عليها الموظفين، وارفعها كده شويه. هعمل لها الارضيه بتاعتها. تمام، ارجع دورة كده شوية. طيب بعدين هعمل المكتب بتاع المدير. طب تعمل مكتب بسيط على قد ما تقدر. تمام كده انا حضرت ايه الاساس بتاعي. هحط بقى، ابدا احط كاني محضر الاستوكات وقاصصها، نفس الفكره. تمام، هاجي افتح الملف اللي فيه النودلز بتاعتي، هاخد الكرسي بتاع العملاء مثلا، احط بقى الكرسي بتاع العملاء، اصغره كده وانزله.
هنا اخد ده اكرره كده، كأنها كراسي العملاء. هاجي اوسطنهم كده وسط الترابيزة. تمام. وبعدين اجيب كراسي الموظفين نفسهم، نعلي كده الترابيزة شوية. احط بقى كرسي المدير. بعدين فاضل ايه؟ هجيب الكمبيوتر بتاعنا، احطه بقى على الترابيزة، احط قدام كل عميل ايه، اسف، هحط كله قدام موظف الكمبيوتر بتاعه، وكذلك المدير بتاعنا. لو جيت لاحظت هنا على ايه، ان هم مرفوعين شوية من على الترابيزة، هنزلهم كده على الترابيزة عشان الشادو بتاعهم يبقى مظبوط. وهنا الكمبيوتر اصلا اكبر من الترابيزة فهنصغره شوية. تمام. ممكن اعمل زي حائط ازاز كده هنا ورا الموظفين. نديله بيفل عشان يبقى سموز اكتر. ممكن ننزل كده كأنه السطح. تمام. وهشيل الأوجه واختار الفيرتكس دي، كنترول شيفت بي، واسحبها كده، وهحول الايدجز دي لكيرف. وهاجي هنا من جيومتري هزود البيفل بتاعها كده. كأن ده سطح
الشركه اللي هم واقفين فيها، السقف ولا ايه بتاع الشركه اللي هم قاعدين فيها. تمام كده انا عملت كل ده، ما كناش حفظنا، يلا الحمد لله. كده انا عملت المين موديل بتاعي. تمام. تاني خطوه يا شباب ان احنا بقى هنجمع ده كله كده في كوليكشن. تمام. سميه موديل. تمام. هننزل الكاميرا نرجع بيها كده. هنخلي نوع الكاميرا بتاعتنا اورثوجرافيك عشان احنا مش بنعمل مشهد واقعي. لو لسه ما اتفرجتش على حلقه الكاميرا هتلاقيها فوق في الانفو او تحت في الديسكريبشن، ادخل اتفرج عليها ضروري، هتسهل عليك حاجات كتير جدا وهتفهمك نقط كويسه جدا في استخدام الكاميرا. تمام. هنيجي هنا نبص مثلا نشوف، هنفتح تابه تانية ونخلي التانية دي، هنيجي نعدل الفورمات بتاع الكاميرا اللي احنا بما ان احنا شغالين بوست انستجرام، فهنشتغل 1080 في 1350. تمام. وهنرجع كده وهنيجي بزاوية شوية ونعمل زوم اوت شوية كده. سنة كمان. انا عايز طبعا السكرين بتاع التليفون تكون ظاهرة معايا. تمام. هاجي احدد كل ده وانزل بيه كده على مستوى الارض. طيب هاجي هنا للكاميرا اخليها برضو في جروب لوحدها كاميرا. تمام. وهاجي هنا في اعدادات الكاميرا في فيو بورت ديسبلاي هخلي ده 1. تمام. واحط بلين عشان اعمل الارضيه بتاعتي. تمام. اكبر البلين كده وابص من الجنب برضو اشوفها كده. تمام. طيب بعد ما ظبطت الكاميرا وخلصت المين موديل بتاعي، الخطوه الثالثه ان احنا هنيجي هنا بدل ما نخلي الريندر ايفا، لا احنا هنخليه تمام، وهنستخدم الجي بي يو عشان الريندر بتاعي يبقى سريع. واجي هنا اقلل الريندر بتاعي، قلنا ان هو مثلا نخليه 128. تمام. واجي هنا زد ريندر. طيب طبعا هنا الحاجه المودلز نازله بالماتيريال بتاعتها فهي ايه مستقبل. طبعا المودلز اللي احنا منزلينها بالماتيريال بتاعتنا، فهنلاقي لما شغلنا الريندر كده هنلاقي ايه الماتيريال بتاعتنا متفعله. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنقفل الاضاءه، السيرفيس اللي هنا دي بتبقى عامله اضاءه كده شويه، فهنقفلها خالص. وبعدين هننزل بقى الاضاءه بتاعتنا، هننزل شمس واديها شادو. تمام. هعلي واخلي الشادو اتجاهه كده شويه، وهخليها ديفيوزد شويه كتير. تمام. واجي هنا انا الارضيه دي مش عايز اخد منها غير الشادو بس، فاجي هنا اخلي الريندر بتاعي يبقى بي ان جي، فهاجي هنا عند فيلم ترانسبيرنت. تمام.
واجي هنا في البلين بتاعتي اخد الشادو بس، اقول له رندر لي الشادو بس، فهنزل شادو كاتشر. تمام. هنا الموبايل بتاعي اللون بتاعه اسود، فانا عايز اغير اللون بتاعه واخليه مثلا لون جراي كده. طيب الارضيه دلوقتي احنا مش واخدين منها غير الشادو بس، احنا لو ادينا لها لون هترفلكت على التليفون كده، فاحنا عايزينها ترفلكت على التليفون شويه، فاحنا هنديها اللون الموف بتاع البراند بتاعنا. طيب لسه احنا الاضاءه لسه ما خلصناهاش، احنا الاضاءه دي اهم حاجه في الفيجوال بتاعنا يا شباب. فاحنا هنيجي هنا نروحوا ايه منزلين وعاملين عشان ننور الايه، تمام. زي ما احنا شايفين الزراير اللي هنا دي واضحه معايا في الريندر، فعايز اجي الغيها، اجي هنا بص كده واجي احدد النقط دي واشيلها. وكذلك هنا. تمام. طيب هرجع كده، هدي بقى الوان لماتيريال للموديل بتاعي عشان يظهر اكتر. هاجي مثلا اخلي الترابيزه دي مثلا الارضيه بتاعتها موف، اخلي مثلا دي تيبل وهنا كذلك اخلي نفس الكلام لون. تمام. الشاشة دي اخليها مثلا بتنور، تمام. وهخلي برضو الارضية بتاعتنا يبقى لونها لون البراند بتاعنا. هاجي هنا اخلي ده ازاز. ازاي هنزل ماتيريال اقلل الرفنس بتاعها، وهاجي هنا عند الترانسميشن
اعمله للاخر كده. انا عملت خليته ازاز. طيب ممكن ابعد كده الترابيزه بتاعتي، خليها كده في النص شويه. تمام. برضو انا شايف ان الاضاءه محتاجه تتظبط اكتر شويه، فهاجي هنا انزل اريا تاني. انت بتجرب بقى، بتنزل لو جيت بصيت هنا هلاقيها مرفوعه عن الارض، فهنزلها كده للارض. طبعا السكرين دي هيبقى فيها السكرين بتاعت السكرين شوت من الابلكيشن. تمام. وعايز اظهر كده السقف شويه، فهنزله واديله اي ماتيريال حديد من اللي احنا عاملينها اوريدي كده مثلا. ممكن اظهر المدير بتاعنا، انا اجيبه كده الناحيه دي شويه بحيث ان انا اظهره اكتر. تمام. ممكن اجيب الجزء ده كله كده شويه بحيث ان انا اوسطنه في التليفون، واجيب الكولدير ده برضو شويه كده. تمام. كده انا خلصت الموديل بتاعي على بلندر وخلصت ال 3 دي بتاعي. تمام. عايز بقى اجي ارندره ويكون الرندر بتاعي بسيط وسهل. هاجي هنا ممكن برضه العب في الكالر مانجمنت شويه، ازود اخليه ميديوم هاي كونتراست. تمام. واخليه بدل اي جي اكس اخليه فيلمك عشان يديني برضه ايه الالوان ما تبقاش الكونتراست ما يبقاش عالي قوي. تمام. وعايز بقى اجي هنا في الرندر زي ما قلنا، هنا الرندر وهنا الفيو بورت. هنا الفيو بورت ان احنا عاملين اللي انا شايفه دلوقتي هو بيرندر لي على الماكس سيمبلز دي. تمام. طب انا عرندر بقى قلنا 100 مثلا، ممكن نخليه مثلا 500 وهنا نخليها 0.1000 النويز. تمام. وهاجي اتكه ريندر. عندنا ده اللي اوت بتاع البوست بتاعنا، تطبيق واحد يغير طريقه شغل المؤسسه كلها. طبعا دي الفكره بتاعت البوست اللي احنا اوريدي عملناها. هنيجي بقى نحط ال 3 دي بتاعنا، هناخده هنا نسحبه. تمام. ممكن نصغرها كده شويه. طبعا الشادو هبدا بقى ريتاتش على الموديل بتاعي ده، فهاجي اسحب الريتاتش. هعمل كده الشادو، اعمل ده سمارت اوبجكت وهنا ده سمارت اوبجكت. هقلل الشادو بتاعي شويه كده وهسحبه من القطعه دي. هظبط بقى الاضاءه بتاعته شويه كده، هقلل الاضاءه شويه. تمام. هسحب اللون منه سنه عشان حاسه ان هو كونتراست زياده. هديله سنه كولر بالانس عشان يخش معاه في الخلفيه. تمام. بعدين عايز بقى ايه اضيف السكرين بتاعي، فهاجي هنا بدل ما هي الحدود دي باينه كده فهعديها بلور، وكذلك واجي هنا اقلل الاوباستي واعملها انها بتجلو كده شويه، كأن السكرين بتجلو كده شويه. تمام. وبعدين انا عايز اخلي الكولدير ده ازرق شويه، اعدله ازرق، اللون الازرق عشان المفروض ان هو ميه. طبعا انا رندرتها بجوده قليله. طبعا انت بقى لما هتشتغل
وعايز ترندرها، هترندر بقى بكواليتي اعلى شويه، هتبدا بقى ترتاتش اكتر في الريندر بتاعي نفسه. هبدا بقى ريتاتش فيه، مثلا هشيل الاجزاء دي، الاجزاء دي مثلا بتبقى غلطه في الموديل نفسها، فهتبدا تريتاتش كده في الموديل نفسه عشان الموديل بتاعك يبقى مظبوط. هتيجي هنا مثلا تدي لها سنه ايدجز، تحدد الموديل بتاعي بس. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك الفيديوهات الجايه باذن الله. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.